الكلام كبير قوي يا جدعان، لا بجد والله. ايه ده؟ جربت تحطي الحليب على اللحمه؟ انا انبهرت. انا بجد حقيقي انبهرت، حاجه اول مره اعملها. بس بجد خطفت حته اللحمه لمكان تاني خالص. حاجه مش ممكن، وخلت فيها بركه كده وخلتها زبده ودايبه. شوفوا المنظر. بصوا، عملنا وجبة روعة، وجبة مطاعم جميلة جدا سهلة. ده مش رز بسمتي، ده رز بسمتي الغلابة. ده لسان عصفور وشعرية عاملاه بطريقة حلوة قوي قوي. ادت لنا الشكل والطعم والفخامة اللي انتوا شايفينها دي. حاجة تستاهل بقكم. واللحمة دي مش في الفرن، اللحمة دي معمولة على البوتاجاز بالشكل المشوي الجميل ده. يلا بينا قوام. لو عندك نص كيلو لحمة وشوية لسان عصفور وشعرية، طلعيهم قوام واعملي معايا الوصفة دي عشان تنبهري من النتيجة بجد. اول حاجه انا جبت اللحمه بتاعتي، اي نوع لحمه عندك، اي نوع لحمه يفضل طبعا تبقى لحمه صغيره. ان ما كانش لحمه صغيره مفيش مشكله خالص، بشويه الحليب دول هتخليها معاكي زبده وتخلي طعمها حاجه كده روعه. جبت اللحمه قطعتها مكعبات، نص كيلو بقى، كيلو، كيلو الا ربع، يعني زي ما يكون. انا ما وزنتش ده والله صراحه، كان عندي كيس باقي كده وقلت اعمل عليه الوصفه دي. بعد ما قطعت اللحمه مكعبات وشطفتها شطفه خفيفه تحت الحنفيه، نزلت بكوبايه حليب. خلاص. وهغمر بقى اللحمه دي في الحليب كده، وهسيبها مده ما تقلش عن ساعه. حطيها في التلاجة طبعا عشان ما تريحش معانا لو المطبخ بتاعك حر، ما تعملش ريحه يعني. وتعالوا بينا بقى نحضر احلى طبق رز بسمتي بتاع الناس الطيبين. جبت بصلايه كبيره وهحط عليها معلقه سمنه، وقعدت اشوح في البصلايه. مش عايزه اشوحها كتير، مجرد بس يعني ما تشرب السمنه كده. هنزل بكوبايه الا ربع شعريه وكوبايه ونص لسان عصفور. لسان عصفور عايزاه اكتر. وهبتدي اشوح الكلام الجميل ده كله مع بعض، والبصلايه نيه عشان انا عايزه كله يلون مع بعضه وياخد لون ذهبي حلو. نزلت بشويه زيت عشان الفلفله، وقعدت اقلب بقى واشوح الكلام الجميل ده كله مع بعضه. اول ما ابتدى يلون معايا كده، يديني لون كده مصفر، ابتديت انزل بحتت فلفل بقى رومي او سبايسي على حسب الرغبه. عايزه تعمليهم ميكس ما بين ده وده براحتك خالص. وهشوح واقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه لغايه لما يديني لون ذهبي. وهنزل بقى بمعلقتين كده صلصه او عصير طماطم فريش زي ما تحبي، شويه ميه، شويه ملح، وفصين توم كده مهروسين، وشوية سكر صغيرين عشان التوازن والطعم. وهنزل بشوية بهارات كبسة لو موجودة عندك. خلاص. وهقلب بقى، ظبطت ملحي، وهقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه. وهغطي كده شوية وبعدين ارجع له تاني. انا اتأكدت ان الملح تمام، هرجع له بقى تاني بعد دقيقتين 3 كده. لازم يا جماعه التقليبه دي بعد كام دقيقه ما سيبوش ينشف، لان الحاجه اللي بتبقى ببصله، اي رز عندنا او اي لسان عصفور او اي حاجه ببصله، لازم تتقلب في وسط في وسط ما هي بتطبخ يعني. تمام. تقليبه بقى واسيبها تشرب المرقه بتاعتها او الصوص بتاعها اهي. وانقلها بقى على عين صغيره، واحط شياطه واتعامل معاها معامله الرز بالظبط. طبق جميل جدا جدا، حلو قوي وموفر وهيعجبك، وطعمه بجد لذيذ يا جماعه والله. تعالوا بقى شوفوا شكله بعد بس استوى بنسبه 80%. هديله تقليبه حلوه اهو، واغطي، اسيبه بقى يتلدن كمان 10 دقايق او 5 دقايق كده، واروح قافلاه. جبت بقى ووك، وهحط بقى مادة دهن، هحط بقى ليا، او احط بقى حتة دي حتة من المنديل الضاني صراحة، تديني طعم حلو. لو مش عايزة خلاص، لو اي دهن مفيش مشكلة. انا خدت حبة من الدهن ده كده وحطيته على لسان عصفور. تمام. يديله طعم حلو. وبعدين السمنة بتاعتي اتقدحت قوي، الدهن بتاعي اتقدح قوي مع شوية الزيت الصغيرين. وهبتدي اشيل الدهون دي كده اللي هي تغير لونها، هنقول اتحرقت او تغير لونها. وانزل بقى اطلع اللحمه من اللبن، وانزل تاخد صدمه حلوه كده. وهشيل اخر حته دي كده، خدنا الطعم خلاص. اهم حاجه بقى، اهم حاجه انك لازم تدي اللحمه لون ذهبي، لون حلو قوي يا جماعه. ادي شويه اللبن اللي باقيين، حوالي نص كوبايه، عشان محدش يقول لي بنهدر في اللبن وما اعرفش ايه. لا، احنا خدنا فايدته واستفدنا بيه في اللحمه. وانتوا عارفين طبعا ان اساس الزبده البلدي بيبقى ايه؟ بيبقى اللبن والقشطه. فشوفوا بقى طعم اللحمه هيبقى عامل ازاي. تحفه بجد، وصفه لازم تجربيها، وهتقلل معاكي سوى اللحمه.
هقعد بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اقلب يمين وشمال وتاخد لون كده ذهبي حلو وكفر حلو، ونظبط كل حاجة كده معانا، نديها اللون اللي احنا عايزينه. دي اهم نقطة، عايزاها تاخد لون ذهبي حلو، هو ده اللون اللي هيخليها مشوية معايا زي ما شفتوها في اول الفيديو. خلاص كده خدت اللون الجميل. هنزل بقى ببصل مقطعاه جوانح، تقليبه كده حلوه، هي شبيهه بكباب الحله بس مش كباب الحله. كباب الحله زي ما انتم عارفين بنعمله بتكنيك تاني خالص. واقلب بقى يمين وشمال كده البصل والجمال ده كله، يبقى الريحه كلها تمتزج وتطلع مع بعضها بقى، وشويه زيت كمان كده اظبط الدنيا كده مع بعض. تقليبه كده وتشويحه مع البصله، وهدي بقى النار عشان عايزه البصله تنزل ميتها هي اللي تسوي لي اللحمه. هنزل بشويه حبهان مطحون وشويه بهارات لحمه او 7 بهارات، وهنزل بشويه بابريكا. انا مش هعمل بهارات كتير عشان ما تغطليش على طعم اللحمه، ولكن انا عايزه البصل هو اللي يتنكه ويديني طعم حلو. تقليبه بقى حلوه كده جميله. اهدي النار بقى عشان عايزه البصله تنزل ميتها، وعايزه اللحمه تستوي على ميه الخضار، ميه البصل والفلفل اللي انا هقطعه ده. فلفل رومي كده مقطعاه معاها، تقطعي رومي تقطعي سبايسي على حسب رغبتك. تقليبه حلوه، واحط بقى نقلتها على عين صغيره، وحوالي 4 فصوص توم كده مهروسين نيين كده في الاخر. وهد العين، شوفوا مجرد بس ما وطيت العين ابتدت تنزل ميتها، نزلت ميه اهي، ولما اغطي عليها كمان مع البخار هتنزل ميه اكتر، واسيبها تعيش حياتها. والله لو لحمتك كبيره ممكن تستعيني بشويه ميه تضيفيهم كده عليها عشان خاطر تكمل سواها، لكن انا شايفه ان خطوه اللبن دي ما شاء الله اثرت في سوى اللحمه جدا، يعني خلتها ما خدتش سوى كتير وما احتاجتناش ميه كمان. هغطي عليها بقى. بصوا انا غلبت برضه اوريكم بقى طبق رز الكبسه بتاعنا الكذاب بقى ده، جميل ومفلفل ويهبل وطعمه عسل. خلاص كده هقفل عليها، خدنا الوقت الكفايه بتاعها، تحفه، مفيش واحده لازقه في واحده. بصوا المنظر، افتحوا بقكم جربوا الطبق ده، حلو قوي وهيبقى حلو جدا في الشتاء برضه، يدي كالوريز كده وطعم جميل. لو عملتي معاه بيض مسلوق ودحرجتيه هيمشي الحلو، هيبقى عسل، تبقى وجبه اقتصاديه جميله. بصوا لحمتي، بصوا الميه نزلت منها قد ايه من الخضار والفلفل، على نار هاديه شمعه يا جماعه، وغطوا عليها. تمام، حاجه والله العظيم تحفه. لما تتسلق اللحمه كده منها فيها بميتها والخضار بتفرق في الطعم جدا عن انك انت تنزلي اي ميه او مرقه. نزلت بشويه ملح بقى لان خلاص احنا كده حسيت ان اللحمه 3/4 سوا، عايزه بقى احدقها شويه. تقليبه بقى كده، وبصوا بقى اسمعوا البكبكه بقى، اسمعوا بقى، بصوا بقى البكبكه والجمال بقى، حاجه عسل. يلا يا جماعه شجعوا بقى واعملوها، ماشي؟ زي ما قلت لكم اللي مش عايز يعملها بلحمه ممكن تعملي بقوانص، وتعمليها على الطبق الجميل ده. ممكن مش عايزه خالص اعمليها ببيض واسلقيه ودحرجيه ياكلوه مع طبق الرز الشعريه بلسان عصفور، يبقى تحفه. خلاص لحمتي استوت واختبرتها بالسكينه وخلاص شربت 90% من الصوص اهي، استوت خالص. بصوا شكلها، بالله عليكم مش اكنها معموله تحت الشوايه يا جماعه، ولا احتاجنا فرن ولا ولعنا ولا اي حاجه، من على البوتاجاز. وشوفوا الماظ يا جماعه. وادي بقى الرز اللي مجنني ده بقى، الرز الكبسه بتاع الناس الطيبه الحلوه اهو. هبتدي بقى احطه في فورمه كده طبق مربع، واضغط عليه عشان خاطر اقدمه بقى في شكل حلو كده زي تقديم المطاعم. هنزل بقى باللحمه كده، حاجه يعني يا جماعه والله العظيم تستحق التجربه. اي لحمه عندك اعمليها بيها، مش هقول لك بقى قطعيه موزه، ولا لو عندك الدش الملبسه، لو عندك ده لو عندك ده هتبقى تحفه. وهي في الملبسه بتبقى جميله عشان تنزل دهونها وبتستوي فيها. تعالوا بقى نقرب بقى، خشوا بقى على الطبق بقى، خشوا عشان اشجعكم تعملوه بعد الحلقه على طول. يلا بقى، ممكن تعملوها بالقوانص بنفس الطريقه، او بالقوانص بس بنفس الطريقه يا جماعه. بلاش كبد عشان هتتهري، الكبد ما تاخدش وقت طويل. بصوا الجمال، حاجه روعه. الله الله على الجمال والحلويات. القلب الضعيف لا يحتمل، والله العظيم يا جماعه. اكله كانت جميله جميله، جنبها بقى بطاطس شيبسي او كيس بطاطس تشتريه، او جنبها سلطه او اي حاجه روعه. هي صراحه ما احتاجتش، احنا اكلناها كده من غير اي حاجه جنبها. كل واحد اخد حبه اللسان عصفور مع الكام قطعه لحمه، وكانت وجبه عسل. واليخنه بقى بتاعت البصل اللي كانت باقيه في الصينيه دي بقينا نحطها على الرز، كانت عامله لنا صوص جميل وطعم في منتهى الجمال. يلا بقى افتحوا بقكم، يلا
وتعالوا نشوف سوا اللحمه دي. تعالوا نشوف استوت بقى معانا ولا لا. الله، الله على الجمال، شفتوا؟ مش مستحمله ايدي، برغم ان حته اللحمه دي حته ناشفه، يعني دي تقريبا كانت من الفخده، انا مش متذكره، كانت حته ناشفه مش حاجه ملزلزه كده وطريه كلها دهون، بس استوت وبقت زي الفل تدوب في البق صراحه. يلا بقى لايك وشير عشان الناس تستفاد بالوصفه، ويا رب كده اكون بقدم لكم كل جديد وكل مفيد، وتعملوها وتعجبكم، واكتبوا لي كومنتاتكم عشان بفرح بالكومنتات الحلوه بتاعتكم، وعرفوني من انهي بلد بتتابعوني. يا احلى واغلى مشاهدين في الدنيا، اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي.